صينية الكنافة الخطيرة، رمضان خلاص قرّب على الأبواب، كل سنة وكلّكم طيبين وبخير يا رب، ربنا يعود علينا الأيام بخير. عايزة أقول لكم بقى إن طبعًا عزومات رمضان وأيام رمضان وليالي رمضان ما بتحلاش غير بصينية الكنافة بالكريمة اللي عملناها النهارده، بالكريمة أو القشطة الكدابة، بجد خطيرة جدًا، ما حدش هيقول لِك إزاي أسرارها وإزاي تطلّعيها بالجمال والطعامة دي غير سهير في المطبخ، شايفين الجمال؟ بجد خطيرة جدًا، طبقة الكريمة بُصّوا عاملة إزاي والكنافة مقرمشة بقى ومن جوّه طرية وحاجة بجد روعة الروعة، عايزاكم بقى تعملوا لايكات كتيرة للفيديو ده، ويالّا بينا على طول ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، أول حاجة هنعملها للكنافة النهارده هي الشربات، الشربات بيكون تقيل وعايزينه بارد فعشان كده بدأت بيه، كوبايتين من السكر، كوباية من المَيّة، وبنشغّل النار ونقلّب بقى السكر لحد ما يدوب كده في المَيّة والنار معانا شغّالة، تمام كده؟ أول ما ألاقيه داب معايا وبدأ يغلي بالشكل ده، هانزل بقى بإيه، بعصير نُص ليمونة، تمام كده؟ بعد أمّا أنزل بالليمون باقلّب تقليبة واحدة بس ومش باحُط المعلقة فيه تاني خالص وباسيبه يغلي على النار 7 أو 8 دقايق بالضبط وباطفّي عليه وأدّي له فانيليا. بعد كده نحضّر الكريمة مع بعض، معايا 3 كوبايات من الحليب اللي هو اللبن يعني، تمام كده، لسه ما شغّلتش النار، هاضيف 3 معالق كبار هرميين من النشا بالشكل ده، معلقة واحدة من السكر، طبعًا هي مش هتسكّر لي ال3 كوبايات، بس عشان طعمها ما يبقاش ماسخ معايا، وباحب أحط لها معلقة كده كبيرة من الدقيق عشان تخلّيها كريمية كده وحلوة، تمام، كل ده إحنا لسه ما شغّلناش النار، بنقلّب بقى على البارد بالشكل ده لحد ما كلّه يختلط ويدوب، بعد كده إيدينا ما تسيبش التقليب وإحنا مشغّلين النار لحد ما تتقل معايا وتعمل فقاقيع كده، وهاورّيكم شكلها هيبقى عامل إزاي دلوقتي حالًا. شايفين بتغلي وعملت فقاقيع كده، أنزل بقى بمعلقة كبيرة من الزبدة، وكمان هانزل بشوية من الفانيليا، وأقلّب بقى لحد ما الكلام ده كلّه يدوب، وبعد كده باطفّي النار وباضيف إضافة واحدة بس لكن بتنقل لي طعم في حتّة تانية خالص. بعد ما باقلّب بقى كده ويدوب بالشكل ده، هانزل بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام بعد ما طفيت كده النار وابتدي أقلّبهم بالمضرب، حابة تضربيهم بمضرب الكهربا اضربيهم، بس يعني الموضوع مش مستاهل، أنا إيه باقلّبهم كده بالشكل ده بالمضرب اليدوي وخلاص على كده الكريمة بتبقى عندي خلصت وجاهزة، وجرّبوها بتركة معلقتين الكريم شانتيه دي بتنقلها في حتّة تانية خالص. جِبت بقى هنا نُص كيلو من الكنافة دخّلتها الفريزر من قبلها بيوم، وبعد كده طلّعتها كسّرتها بالشكل ده، وبعد كده ضِفت عليها بقى إيه، معلقتين كبار من السكر البودر. ليه يا سهير ضفتِ سكر؟ ضِفت السكر ده عشان يبقى في تماسك تتماسك كده لمّا بيخش الفرن السكر بيكرمل، فبتتماسك الكنافة معانا، تمام كده؟ وكمان بيدّيها لون دهبي حلو، لمّا بيتحمّر كده بيدّي لون جميل. تمام، بعد كده باجيب كوباية من السمنة هاخد منها كل اللي أنتم شايفينه ده ما عدا حوالي نُص معلقة هاسيبهم للصينية، تمام، طبعًا الكلام ده مش هينفع بالمعلقة كده، إحنا لازم نغلِّف الكنافة بالسمنة اللي عندنا، تمام كده؟ طبعًا بتفرُكيها بإيديكِ بقى كده لحد ما تخلّي الكنافة كلّها متغلّفة بالسمنة، وطبعًا الوصفة دي ما ينفعش فيها زيت خالص، لازم سمنة وكمان نوع السمنة يكون كويس عشان تدّيكِ ريحة حلوة وطعم حلو، أو ممكن تعملي خليط بين السمنة النباتي والسمنة البلدي هتبقى حلوة معاكِ جدًا. طيب الصينية بقى دهنت بيها نُص معلقة السمنة اللي إحنا سِبناها، والصينية دي مقاس 28 معاكِ لحد 30، لكن بعد كده هتبقى رفيّعة جدًا مش هتعجبِك، تمام؟ يعني الصينية مقاس 28 أو مقاس 30 كويسة جدًا. بدأت خدت نُص الخليط بتاع الكنافة بالشكل ده، حطيته في الصينية، وبدأت أضغط عليها بالشكل ده زي ما أنتم شايفين، عشان تبقى كلّها متساوية، وأشوف الحتّة اللي ناقصة باروح مزوّدة لها شوية تاني من الكنافة، وهكذا لحد ما إيه، ما أضبّط الصينية بتاعتي. بعد كده باجيب صينية أصغر منها أو كوباية أو هرّاسة البطاطس أو أي حاجة عندِك عشان تضغطي عليها بالشكل ده. الضغطة دي بتخلّيها متماسكة وحلوة خصوصًا لو هتقلبيها، تمام، باجيب بقى الكريمة بتاعتي أنزل بيها بالشكل ده في النُص، واحاول بقى إيه إن أنا أوزّعها وما اوصلش للأطراف أوي،
تمام، يعني خلّي الأطراف بعيدة عن الكريمة عشان ما تتحرقش معاكِ، وكمان عشان لو حبيتِ تقلبيها ما تبقاش خارجة منها وتلزق في الصينية ومش هتعرفي تقلبيها هتبهدل معاكِ الدنيا، تمام؟ بعد كده بقى باجيب باقي الكنافة بتاعتي وأبدأ إيه، أول حاجة أبدأ بيها الأطراف، عشان لمّا آجي أضغط عليها الكريمة ما تطلعش برّه، فباغذّي الأطراف بتاعتي كويس جدًا بالكنافة بالشكل ده، وبعد كده أخُش جوّه، تمام؟ إحنا لسه ما طبطبناش عليها ولا أي حاجة ولا سويناها، إحنا يا دوب بس إيه، بنشكِّل الصينية، بنشوف الصينية مضبوطة معانا إزاي، يعني أي حد مبتدئ النهارده هيعمل الكنافة إحنا قُلناها بالتفصيل خالص، كل تريكاتها وتكاتها دي هتنجّحها معاكِ وهتطلّعها معاكِ زي الفل، تمام؟ بعد كده أبدأ أساوي وأطبطب كده وأشوف بقى أنهو مكان اللي ناقص فيه حتّة وأروح مزوّداها، أهو شايفين؟ لحد ما أخلّص كمية الكنافة اللي معايا كلّها. الخطوة دي مهمة جدًا إن أنتِ تتعاملي بعد ما تحطّي الكريمة تتعاملي بحرص وبالراحة كده عشان الكريمة ما تخرجش منِّك وتتحرق وتخلّي شكلها وِحِش. بعد كده باجيب الصينية بس باضغط ضغطة خفيفة خالص، يا دوب بس أنا عايزة أساوي السطح، لإنِّك لو ضغطتِ جامد برضه الكريمة هتخرج منها، تمام؟ بعد ما باخلّصها كده بادخّلها الفرن بقى على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، من تحت بس لحد ما ألاقي الأطراف بدأت تاخد لون، باشغّل الشواية تاخد لون من فوق، بُصّوا طالعة عاملة إزاي، بجد جبارة. هي بقى سخنة والشربات بارد، ما ينفعش أبدًا يكونوا الاتنين سخنين، تمام كده؟ هي تبقى سخنة والشربات بارد وأنزل بيه بالشكل ده، وهو هيتوزّع وهتشربه في ثواني. بُصّوا عملت إزاي، ده معناه إن هي ناجحة جدًا، جدًا. أسيبها بس تهدى شوية وبعد كده أقلبها على طبق التقديم، ده شكلها بُصّوا روعة. بجد خطيرة جدًا، جدًا، ريحتها قلبت الدنيا، حسستني برمضان وأيامه الجميلة، بُصّوا عاملة إزاي، بجد خطيرة جدًا، مضبوطة بالمسطرة كأنِّك جايباها من عند الراجل من برّه، ما احتاجتش معايا أي تزيين، ما حبيتش أزينها خالص، قطعت لكم منها حتة عشان أوريكم من جوّه عاملة إزاي، بُصّوا الجمال، شايفين الطعامة؟ بجد والله رهيبة جدًا، شايفين كمية الكريمة مضبوطة على قد الكنافة إزاي؟ هشة كده ومقرمشة كده من فوق ومن تحت ومن جوّه طرية وطعمة طعمها خطير، حلوة حلاوة مش قادرة أقول لكم جامدة إزاي، حاباها كلّها طرية أول ما تحطّي عليها الشربات غطّيها بصينية تانية، وبس كده لو عجبتكم بقى لايك كتير.